رجعنا لكم تاني بتغطيتنا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ الأمس 16/6، واللي يتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد المناقشات وبعد البحث. فتم طرح القانون دوت على مجلس النواب، ولو ما شفتش الجزء الأول ارجع شوفه عشان تعرف تفاصيل الفترة الانتقالية والزيادات. ودلوقتي هنتكلم عن البنود الأخطر. أولا، تقسيم المناطق. مشروع القانون ده بيقول إن هتتشكل لجان في كل محافظة. اللجان دي هتقسم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهيتم التقسيم ده على أساس معايير واضحة زي الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، البنية التحتية، الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية الموجودة في المكان ده. والمفترض في القانون أو مشروع القانون اللي لسه ما تمش حسمه أو المعروض من الحكومة على مجلس النواب، اللجان دي تخلص شغلها خلال 3 شهور من صدور القانون. ثانيا، مشروع القانون ده حدد حالات جديدة للإخلاء. استحدث مشروع القانون الجديد حالتين جدد يحق للمالك بها أن يطلب الإخلاء. أول حالة فيهم إن لو الوحدة دي مقفولة لمدة أكتر من سنة بدون مبرر فيجوز للمالك طلب إخلاءها. ثانيا، لو المستأجر عنده وحدة تانية قابلة للاستخدام لنفس الغرض اللي هو بيستخدمه ليها سواء سكني أو تجاري، ولو تحقق أي من الحالتين دولت يجوز للمالك طلب إخلاء الوحدة. ثالثا، مشروع القانون بيتكلم عن توفير وحدات بديلة. فالمشروع ده بيدي للمستأجرين الخاضعين ليه حق التقدم للدولة بطلب وحدة بديلة سواء إيجار أو تمليك، ولكن بشرط أن يتم تقديم إقرار بالإخلاء. ولو الدولة خصصت له وحدة لازم يسلم الوحدة القديمة فورا، والأولوية في التخصيص بتكون للفئات الأولى بالرعاية. رابعا، التخصيص بالنسبة لمشروعات الدولة أو الأولوية في التخصيص. وهنا مشروع القانون تحدث على إن لو الدولة أعلنت عن وحدات خلال الفترة الانتقالية، المستأجر هنا بيكون ليه أولوية في التقديم بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وفي حالة التزاحم، يعني اللي قدموا دول يكونوا عدد كبير جدا، فيراعى هنا طبيعة المنطقة اللي فيها الوحدة القديمة اللي هي كانت مستأجرة خلال الفترة الانتقالية أو موقعها. ده كان الجزء الثاني من مشروع القانون. وسؤالنا دلوقتي لحضرتك، هل الفترة الانتقالية ديت كافية؟ وهل المالك فعلا هيستفيد؟ وهل هنا في القانون ده تم مراعاة أن يكون هناك ضوابط حقيقية للمستأجرين بعد الإخلاء؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، واعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. في أمان الله.